السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا جماعة؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتكم، قناة محبوبة الجزائريين. عايزة اقول لكم انا بشكركم جدا جدا على كل تعليقاتكم الجميلة وتفاعلكم الجميل مع العيلة كلها، وربنا يجزيكم خير يا رب. وبرضو الاجواء اللي انتوا بتعملوها في كأس العرب بقطر جميلة جدا جدا. يمكن احنا داخلين على الشتاء الكئيبة، ولكن الجزائريين بسم الله ما شاء الله الايام اللي قضوها في قطر بشهادة كل الشعب العربي اللي موجود في قطر، ان هم يعني بسم الله ما شاء الله عاملين جو حلو. في نفس الوقت المشجعين الجزائريين ابهروا الناس كلها في مباراة الجزائر والسودان. تعالوا نشوف بعض المقتطفات كده، واهم ما شدني يعني مثلا نشوف واحد اردني لابس تيشيرت المنتخب الجزائري ليه، وحاجات كتيره قوي. تعالوا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. شوفوا الفيديوهات الحلوه دي ونرجع نعلق عليها. السلام عليكم. انت اردني بقميص الجزائر، اشتريته هدوه لك كيف؟ لا، جاب لي اياه صاحبي من الجزائر، من سطيف. من سطيف؟ تعرف سطيف؟ بعرف سطيف ووهران وبعرف كل انت شيء. فيصلي ولا وحدات؟ لا، وحداتي انا. وحداتي. انت تعرف انه وفاق سطيف فاز على الفيصلي؟ فاز على الفيصل في 2006 2007 فاز عليهم في ابطال العرب. بعرف. يعني انت متابع لكرة قدم. صديقك هذا هو؟ صديقي هيو من مدينة سطيف. من مدينة سطيف. تشتغلوا مع بعض؟ مع بعض إن شاء الله. كيف تعيشونها هذه الليالي في سوق واقف؟ اجواء حلوه، اجواء عربيه، اجواء يعني بتلم العرب مع بعض، بتلم الثقافات مع بعض. هذا اهم شيء، انه احنا نتعرف على بعض اكثر كعرب كمسلمين. هذا اهم شيء بالبطوله هاي. احنا ما همنا لا بطوله ولا همنا كره ولا همنا انه احنا نتجمع كعرب. اهم نقطه هاي. وكمسلمين هاي جمهور الجزائر بجنن. احنا جمهور اردني. علم الاردن حاطه علمين، انا علم الاردن وعلم فلسطين، لانه بلد واحده واحنا كنا يد واحده، وان شاء الله بنلم الشمل بالاقصى ان شاء الله، بنصلي مع بعض ان شاء الله. قميص المنتخب الجزائري جميل جدا. انتوا جميلين، عيونكم جميلين، كلكم حلوين ما شاء الله عليك. هاي طلع محلاك الجمهور. نحب الجزائر. احنا بنحب الجزائر. احنا بنحب الجزائر ونحب المغرب ونحب تونس ونحب كل الدول العربيه. احنا كنا واحد، ما فرقنا شيء الا الحدود فقط لا غير، وان شاء الله بنظلنا واحد. اكيد الدبكه مش موجوده، بس اريد اغنيه اردنيه مع بعض. غنوا لنا للاردن. أردنية 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 منتخبنا يا النشامة، رافعين الراس يا النشامة، منتخبنا يا النشامة، رافعين الراس يا النشامة. شكرا سارة وشكرا للزملاء في الاستوديو. ما زلنا متواجدين في جزيرة جيوان ومعي بعض الجماهير الجزائرية. مباراة أمس السودان والجزائر حضرتوا صح؟ نعم، تفرجنا المباراة. النتيجة راضي عنها ولا لا؟ ما ناش راضيين على النتيجة. وين تفرجنا المباراة. شوط أول كان متكافئ من حيث الفرص والأداء بين المنتخب الجزائري والمنتخب السودان، لكن بخروج اللاعب تاع المنتخب الجزائري آدم والناس أثرت على المنتخب الجزائري. ما قدرش يفرض نفسه في الشوط الثاني. المنتخب السوداني تفوق عدديا بالتفوق العددي تاعو، لانه صار عنده زي ناقص لاعب المنتخب الجزائري، وين ضغط على المنتخب الجزائري. نقول لك انه المنتخب الجزائري خرج باقل الاضرار، باخف الاضرار من المباراه تاع امس. المنتخب السوداني الشوط الثاني تغلب بدنيا على المنتخب الجزائري لانه متفوق عليه عدديا. ماناش راضيين على النتيجه، لانه دخلنا احنا بثوب البطل، دخلنا بثقه زايده. ثقه زايده ذيك اثرت علينا سلبيا، وين انه عندنا لاعبين يلعبوا في الدوري القطري ويلعبوا في المنتخب الاول الجزائري، نزلوا المنتخب الثاني ما مدوش الاضافه اللازمه. ان شاء الله انه في المباراه الثانيه نداركوا النتيجه ان شاء الله. طبعا الجزائر حامل لقب النسخة الأولى، فأكيد سقف الطموحات جدا عالي. فتوقعاتك للمباراة القادمة؟ المقابلة القادمة راح يكون ضغط شوية على المنتخب الجزائري، خاصة كي فيها مفاجآت في الدورة هذه. مادام تشوف الفرق تفوز، قطر حامل لقب خسر، تونس اليوم او تعادل مع فلسطين قادر يروح. تما الدوره هذه فيها قادر تكون فيها مفاجات، وحنا نتمنوا المفاجات هذه ما تكونش ضدنا. احنا ان شاء الله نعوضوا الماتش كونتر البحرين ان شاء الله،
ونقدروا نربحوا. تما عندنا فريق اللي نقدروا نواجهوا باي فرق اي منتخب في الدوره هذه ان شاء الله. كيف كانت أجواء الملعب؟ كان في عدد كبير من الجمهور السوداني وأيضا الجماهير الجزائرية. نعم، كانت الجماهير بكثرة في هذه المقابلة. تفاجأنا من هذا الحضور الكبير الذي كان بين جماهير المنتخب الجزائري والمنتخب السوداني. صح، هما المنتخب السوداني كانوا أكثر عدد منا، ولكن هذا ترك أجواء جميلة جدا في الملعب. ونشكر الدولة قطر على هذا التنظيم المحكم الذي كانت سهلت لنا الدخول للملعب، وكلش كان بطريقة سلسة، كان جيد جدا. ونتمنى نوجهوا رسالة للناخب الوطني تاعنا أنه يضبط الأوتار ويدير تشكيلة جيدة في المباراة الجاية. نتمنى نداركوا كونتر البحرين وتكون مقابلة كما قالوا أصحابي ندخلوا صح بثوب البطل هذه المرة، ونأكدوا باللي احنا رانا جايين بقوة لقطر مرة ثانية. 1 2 3 فيفا الجيري. وانتم مش مقيمين، يعني جايين زيارة فقط لكأس العرب؟ احنا جينا نشجعوا المنتخب الجزائري، جينا نشجعوا منتخبنا، منتخب الأم منتخب الجزائر. جينا على جالو ديبلاسينا، خلينا خدمتنا، خلينا كلش، وجينا ذاك نساندو رفقاء بولبينا، ونتمناهم يفرحونا ويجيبوا لنا اللقب ونروحوا فرحانين من الدوحة. كيف الأجواء للبطولة وزيارتكم لجزيرة الجوان وكريستال ووك؟ زيارتنا لمدينة قطر كعامة مدينة جميلة جدا، مدينة فيها مناطق جميلة، طابع رياضي 100%، وإن شاء الله الفوز للمنتخب الجزائري. إن شاء الله نبقى في ثوب البطل انت خلاص الدورة هذه. توقعاتك لنتيجة المباراة القادمة ضد البحرين؟ ما عندنا حتى حل غير الفوز. المباراتين القادمة لازم الفوز، هذا هو الحل. نتوقع الفوز، نتوقع الفوز 2-0 ضد البحرين. نتيجة 2-0. هدف يكفينا، علاش هدف يكفينا. إذن هذه آراء الجماهير الجزائرية في جزيرة جيوان. أرجع لكم في الاستوديو. أهلا سبورتيم لأهلنا وتجان رؤوسنا وأحباب فلسطين أهل الجزائر. نسمعكم أغنية لفلسطين ولأهل غزة. يا غزة نورة طبعك دوم جبارة، يا غزة نورة طبعك دوم جبارة. شلون دنيتنا كل الناس باعتنا، شلون يا جزائر يا جزائر جبارة طبعك دوم نورة. ايه الفيديوهات الجميلة دي؟ يعني من اول فيديو مثلا وقد ايه حب الشعوب لبعضيها، والاخ الاردني اللي لابس قميص المنتخب الجزائري اللي اهدهوله صاحبه الجزائري. وغير طبعا احنا شايفين في اللقاء الثاني المذيعة القطرية قد ايه مبهورة برقي واخلاق المشجعين الجزائريين الموجودين في قطر، وقد ايه موضوعيتهم في الحوار، بسم الله ما شاء الله. والاخ بقى الفلسطيني اللي في الاخر ده ما فيش حد يقدر يزايد لا على حب الفلسطينيين للجزائريين ولا على حب الجزائريين للفلسطينيين. يعني عايزه اقول لكم برضو دي حالة لحد دلوقتي محدش عارف لها حل. يعني ليه الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني بيحبوا بعض قوي كده؟ لما تكون الجزائر بتلعب فلسطين بتشجعها، ولما تكون فلسطين بتلعب الجزائر بتشجعها. يعني الجزائر شجعت فلسطين وفرحت جدا جدا لفلسطين لما فازت على تونس، مش لانها بتكره تونس، لا بالعكس، احنا عارفين ان الجزائر والتوانسه اخوات. بس لو فلسطين بتلاعب الجزائر، الشعب الجزائري هيشجع فلسطين.
فكمية الحب اللي موجودة بيننا دي يا ريت تفضل على طول كده، مش على الشاشات بس، في كل الشعوب العربية كلها واحد، وربنا يا رب يوحد كلمتنا، اللهم امين يا رب العالمين. وتحية ليكم بجد بجد. يعني انا دايما اقول كاس العرب ملوش طعم من غير الجزائر والجزائريين. يا رب الفيديو يعجبكم، لان الفيديوهات دي حلوة وبتديني طاقة ايجابية بجد والله، وبحبها، بتفكرني بايام كاس العالم. وقطر فيها حاجات حلوة قوي. ايه بقى الحلو اللي فيها؟ اللي عجبني فيها المباني الصغيرة بتاعتها. وايه بقى سوق واقف ده؟ يعني ليه السوق واقف؟ ليه السوق مش ماشي؟ لا الفيديوهات حلوة وجميلة، وشكرا ليكم. وما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك حلو زيكم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.